الست دي كانت بتتخانق مع حارس الامن علشان كان بيمنعها انها تدخل الشركه لصاحب الشركه، وقالت له انت ازاي تجرؤ وتمنعني؟ انا ام ولاده، ادخل في وقت ما يعجبني. فهنا صاحب الشركه قال له سيبها تدخل وتفضل انت. اول ما دخلت وقعدت قالت له ولادك محتاجين مصاريف كتير. قال لها عاوزه كام؟ قالت له عايزه 500 الف يوان. فمراته ردت عليها وقالت لها يجيبهم لك منين؟ انت مش بيجيلك مصاريفك كل شهر؟ قالت لها انت مالك، ما تتدخليش، ده كلام بيني وبينه. بصت له كده وقالت له اتصرف وهات الفلوس. سكت شويه وبعدين قال لها بصراحه انا بمر بظروف صعبه جدا ومش معايا الا فلوس المرتبات بتاعه الموظفين. طلع من جيبه فيزا كارد واداها لها وقال لها هي دي كل الفلوس اللي معايا في جيبي وهي دي كل الفلوس اللي حيلتي. قالت له خليهم لك، ورمت له الفيزا كارد في وشه وقالت له صحيح بالمناسبة الشنطة دي أول هدية أنت جبتها لي زمان، ما بقتش طايقة أبص عليها، خد الشنطة دي وخليها لك، أنا مش محتاجاها. وسابتها له على المكتب ومشيت. الوقت ده السكرتيرة بتاعته جالها تليفون من الشركة اللي هم بيشتغلوا معاها إنهم هيلغوا التعاقد معاهم في حالة إنهم ما يدفعوش الفلوس اللي عليهم. فقالت لصاحب الشركة، صاحب الشركة مش عارف يعمل ايه، انا لسه كنت مديكي مليون يوان علشان تشتري بيهم عربية، ممكن تديهم لي وهبقى اعوضك؟ قالت له اديهم لك؟ مش كفاية مستحملة العيشة معاك؟ انا مش عايزة منك حاجة وبكرة تطلقني. وسابته ومشيت. السكرتيرة كانت واقفة متضايقة جدا. قال لها خدي الملف ده وخرجي وانا هتصرف. بتاخد منه الملف، غصب عنها اتخبطت في الشنطة وقعت في الارض. فقال لها خلاص مفيش مشكلة، سيبيها زي ما هي وخرجي. خرجت وهو قاعد لوحده بيفكر مش عارف يتصرف ازاي. قام من مكانه يتمشى في الأوضة، اتفاجئ بأن الشنطة اللي مرمية في الأرض وقع منها فلوس كتير جدا وفيزا كارد وكمان معاها جواب. مراته القديمة بتقوله في الجواب أنا عرفت إن أنت في أزمة وإن شركتك خسرت كتير وهتخسر كل حاجة وإنت أبو ولادي وأنا مرضاش إنك تتبهدل. أنا آسفة جدا على الأسلوب اللي دخلتلك بيه وطريقة الكلام اللي كنت بكلمك بيها. لو كنت اديتك الفلوس دي انت كنت هترفضها، ما كنتش هتاخدهم مني الا بالطريقة دي. اهم حاجة تاخد بالك من نفسك، والفلوس دي ما تشيلش همها وما ترجعهاش، لانها في الاول والاخر فلوسك، فلوس العربية اللي انت اشتريتها لي وفلوس البيت اللي انت كنت شاريهولي. حتى لو احنا مش متجوزين فانت ابو ولادي. اتمنى اشوفك بخير. هنا دموعه نزلت وحس ان هو باع الاصيلة علشان واحدة ما تستاهلش. فعلا يا جماعة الأزمات بتبين لك حقيقة الناس، وبتبين لك مين اللي يستاهل انك تكمل معاه ومين اللي ما يستاهلش انك تسأل عليه. كل واحد حقيقته بتظهر في الوقت ده. صلوا على النبي في التعليقات.